الاتحاد قوة والتعاون خير. من هنا كتجي فكرة تويزة اللي كتيسر للفلاحة جميع الأعمال ديالهم. أي حاجة كتصعب على واحد الفلاح يديرها وكتغلبو، التويزة كتسهل عليه تمارة وكتخليه يكمل الفلاحة ديالو في أقرب وقت وبسرعة وبلا ما يبذل واحد الجهد كبير. بالنسبة للتويزة أنا ليا هي مزيانة، فيها بزاف ديال الإيجابيات. بالنسبة للفلاح كيبقاو قراب بعضياتهم، كتعاونوا. مثلا بالنسبة لهذا الفلاح اللي معنا تا هو هنا راه بزاف عليه باش يزرع هذا الريبو، يقادو في النهار يبريباري ويجيب النقلة خاصو سيمانة. بالنسبة لهذه الفلاحة الطبيعية ولهذه التويزة اللي كاع نهضروا عليها الدراري، استفدنا منها بأننا كنتعاونوا مع بعضياتنا وكنربحوا الوقت، لأن هذه الفلاحة الطبيعية شوية صعيبة في الخدمة ديالها. إلا ما كانش اليد العاملة مع بعضياتنا ما نتغلبوش عليها. اللي كتشوف دابا اليوم خدمنا مع هذا السيد باش نصاوبوا ليه هذا البيت ساندويش اللي هو فيه النعناع. إلا كنا كنديروا مثلا غير تيو واحد ولا هذا راه في العام ديالو كيتحيد، هذا كنربحوا فيه الوقت، كنربحوا فيه عامين. التويزة عملية تضامنية كتساعد الفلاحة باش يربحوا الوقت ويتعاونوا مع بعضياتهم، باش يولي شغل سيمانة يتقضى في نهار، وكل واحد اللي ما كيعرفش لشي حاجة كيتعلمها مع الجماعة بكل سهولة. هاد التويزة هادي كنديروها على حساب كنتعاونوا بها، نديروها مرة في السيمانة وكنديروها حتى على حساب الأفكار ديال الدراري، كل كيجيب لي فكرة. ربما هاد شي واحد غادي نعطيو يزرع النعناع غادي يكون ما غاديش يعرف فيه مثلا ما عندوش فكرة عليه باش غادي يقاد لي الريوس بحال هكذا باش غادي يدوروا باش يزرعوا في الأرض. تقدر تكون عنده شي حاجة أخرى ما عمرو وعرفها. هي التويزة دابا باش كنتعاونوا حنايا. التويزة من فلاح لفلاح ومن أرض لأرض، ولكن جماعة وحدة ويد وحدة، مساعدة وتعاون كبير وتضامن ما بين المزارعين والفلاحة، زائد الخبرة والتجربة اللي كيتبادلوها مع بعضياتهم واللي كتزيد ترفع قيمة الفلاح والمنتوجات ديالو. وهذا كله عطاتو لينا فلاحة طبيعية.